الشاي. المشروب الاكثر استهلاكا في العالم بعد الميه. يا ترى العالم بيستهلك شاي قد ايه؟ ومين الدول اللي بتسيطر على التجاره دي؟ وكمان هقول لكم مصر بتستهلك شاي قد ايه وبتدفع فيه كام كل سنه، وكل ده هنعرفه مع بعض دلوقتي حالا. معاكم محمد طلعت وده مستر ماني. اولا كده مفيش قصه واحده مؤكده ازاي الناس بداوا يستخدموا الشاي، ولكن في قصه اسطوريه كده متداوله في الصين عن امبراطور صيني اسمه شي نونج، والراجل ده كان بيحكم الصين من حوالي 5000 سنه تقريبا، والامبراطور ده كان عنده خبره كبيره جدا في الطب الصيني او طب الاعشاب. وفي مره كده الامبراطور ده كان قاعد تحت شجره اسمها شجره الكاميليا، وكان بيشرب كوبايه من الميه السخنه كعادته كل يوم. واثناء ما هو قاعد تحت الشجره دي حصلت رياح قويه جدا في المكان، لدرجه ان جزء من ورق الشجر وقع ودخلت ورقه من الشجر ده في كوبايه الميه المغليه بتاعته. والغريب بقى ان الامبراطور ده كان مهووس بطب الاعشاب، فقرر ان هو يدوق كوبايه الميه المغليه بتاعته واللي وقعت فيها ورقه الشجره. والاغرب بقى ان هو لقى النكهه لذيذه جدا، فبدا يحس بالانتعاش، ومن هنا بدا العالم يتعرف على مشروب الشاي لاول مره. طبعا القصه دي جميله جدا، ولكن في الحقيقه كلها حوارات وما تتصدقش. ولكن الاكيد تاريخيا بقى ان اول مره تسجل فيها تاريخ الشاي كان مذكور ان هو تم استخدامه في جنوب غرب الصين، وتحديدا في القرن الثالث الميلادي، وده كان من خلال طبيب صيني موجود في الوقت ده ومشهور جدا، وكان اسمه هوا تو. الراجل ده بدا يستخدم الشاي في اغراض علاجيه، ووثق معرفته بالشاي من خلال سجلات تاريخيه اتعرفت وقتها باسم سجلات الممالك الثلاثه. وبعدها ب 1300 سنه وتحديدا في القرن ال16 الميلادي بدا مجموعه من الكهنه البرتغاليين يستخدموا الشاي ده لاغراض طبيه او دوائيه. ومع التجاره المستمره ما بين دول اوروبا وبعضها بدا الجماعه الانجليز ان هم ياخدوا مشروب الشاي ده من الكهنه البرتغاليين في القرن ال17، وبداوا ان هم ينتجوه بنفسهم. وبدا الشاي من ساعتها ينتشر في العالم كله من خلال تجاره الانجليز اللي كانت منتشره وقتها في جميع انحاء العالم، والفضل يرجع لانتشاره وتسويقه للجماعه الانجليز فعليا. وبكده احنا عرفنا لمحه صغيره عن تاريخ بدايه ونشاه الشاي. طب يا ترى بقى العالم بيستهلك شاي قد ايه كل سنه؟ حسب اخر احصائيات عالميه موقع ستاتيستا، فالعالم بيستهلك حوالي 7.1 مليار كيلو جرام من الشاي سنويا، وفي اكتر من 1000 نوع مختلف من الشاي في العالم، واكتر من 13 مليون شخص بيشتغلوا في صناعه الشاي حوالين العالم كله. والجدير بالذكر ان حوالي 9 مليون من ال 13 مليون شخص اللي بيشتغلوا في صناعه الشاي دول هم ملاك لمزارع صغيره او كبيره من شجر الكاميليا او مزارع شجره الشاي. وحجم تجاره الشاي عالميا وصل لحوالي 51 مليار دولار في سنه 2023، ومتوقع ان السوق ده يزيد بنسبه 30% عشان يوصل لحوالي 68 مليار دولار، والكلام ده في سنه 2028. طب يا ترى مين اكتر دوله مصدره للشاي في العالم؟ الاجابه ببساطه هي الصين، واللي انتجت في سنه 2021 لوحدها حوالي 3.1 مليار كيلو جرام من الشاي من اصل 7 مليار كيلو جرام من الشاي، وهو الانتاج العالمي كله. طب يا ترى مصر بقى ترتيبها الكام عالميا في استهلاك الشاي؟ مصر بتيجي في المركز العاشر في قائمه اكتر دول مستهلكه للشاي عالميا، بحجم استهلاك بيوصل ل 100 مليون كيلو جرام من الشاي كل سنه. ولو افترضنا ان كيلو الشاي الواحد بيعمل حوالي 500 كوبايه، يعني المصريين بيشربوا تقريبا حوالي 137 مليون كوبايه شاي كل يوم، او بمعنى تاني فهم بيشربوا تقريبا حوالي 50 مليار كوبايه من الشاي كل سنه. وهات لي واحد شاي يا ابني بعد اذنك. الغريب بقى ان حجم استهلاك المصريين من الشاي في سنه 2022 وصل لحوالي 350 مليون دولار، يعني بما يوازي 14 مليار جنيه بيتصرفوا بس على شرب الشاي في مصر باسعار النهارده. وسعر الشاي عالميا حاليا عامل حوالي 2 دولار و75 سنت للكيلو الواحد، وده بعد ما كان وصل من شهرين تقريبا لحوالي 3 دولار و75 سنت للكيلو الواحد. بس كده يا سيدي. وكالعاده في نهايه الفيديو عندي سؤال بسيط جدا ليك، يا ترى تشرب كام كوبايه شاي كل اسبوع تقريبا؟ يا ريت تشاركونا بارائكم وتعليقاتكم في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو اتمنى تدعمني بمتابعه ولايك وشير، وشكرا ليكم. سلام.